لا يقيم الرجال بما يقولون بل بما يفعلون، فتقدم الأوطان لا يأتي إلا بالعلم والعمل والفكر والمعرفة. المهندس ياسر البهادلي سليل أسرة العلم والفكر، فوالده معالي البروفيسور علي البهادلي الذي قدم للعالم براءات اختراعات عديدة أثرت مسيرة العلم والمعرفة. رضع العلم منذ نعومة أظفاره، وقضى جل عمره باحثا ومكتشفا ومحاضرا، طاف بعلمه معظم أقطار الوطن العربي والعالم، فشهد له كل من عرفه وتعامل معه. ياسر علي البهادلي يؤمن بأن الله قد حبى العراق بكل نعمه، كنوز من الثروات الطبيعية والمائية، ولكن للأسف لم تستثمر ولم تستغل كما ينبغي. فبقي العراق يستورد معظم احتياجاته الغذائية من الخارج، رغم أنه قادر وبشكل مؤكد على الاكتفاء الذاتي بل والتصدير إلى الخارج. عشق الزراعة فابتدع أساليب تنميتها عموديا وأفقيا، وأصبحت بصماته واضحة في التطوير والتجديد في كل دول الجوار، وبات يحلم بل ويسعى بأن ينعم العراق الحبيب بهذه التنمية والتطوير، وسيضحي بكل حبة عرق لتطبيق برنامجه التنموي الزراعي والصناعي في أرجاء الوطن الذي أحبه والذي سيبقى يعمل حتى يراه كما يجب أن يكون. آمن بأن الزراعة والصناعة صنوان، فأنشأ مصانعه في أكثر من قطر، وكانت إبداعاته الصناعية وخاصة صناعة الأسمدة الزراعية المميزة علامة فارقة في هذا المجال. تقدم للعمل العام مرشحا لانتخابات مجلس النواب، ليس طمعا في منصب ولا بحثا عن امتيازات، بل غيرة على الوطن، رغبة منه في تنفيذ برنامجه الانتخابي التنموي الصناعي الزراعي الذي يرى بأنه سيكون الرافع الاقتصادي المؤثر الداعم للاقتصاد الوطني. حان الوقت لبناء اقتصادنا الجديد المعتمد على ما نملك من ثروات بشرية واقتصادية. حان الوقت للقضاء على البطالة. حان الوقت لأن يكون العراق في مصاف ومقدمة الدول المتطورة والمتقدمة من بلدان العالم الثالث. معا نحقق الذات ونصنع المستقبل.